السلام عليكم، عاملين ايه؟ تعالوا بينا النهارده هنخزن السبانخ بطريقه سهله وجميله ومبسطه جدا. هيفضل معاكي اخضر وحلو قوي. معاكم اسماء. لو اول مره تشوفيني لايك واشتراك في القناه. تعالوا مع بعض هنشوف هنعملها ازاي. طبعا جبنا السبانخ بتاعتنا، بعد كده هنغسلها كويس وهنشيل العروق بتاعتها المنفوذي كده. تمام، عايزينها تبقى معانا بالشكل ده، والكميه زي ما انت حابه تكتري تقللي براحتك. بعد كده هنقطعها بالمقص بالشكل ده او بالسكينه تخرطيها. والطريقه دي يا جماعه سهله وحلوه جدا ومبتاخدش وقت معاكي. وكمان هتفضل معاكي في الفريزر فتره حلوه جدا. طبعا الكميه زي ما انت حابه. انا طبعا ما بحبش افرز كميه كبيره جدا من الخضار، علشان ايه؟ بيبقى معايا خضار تاني زي البسله والجزر، فمش هستهلكه كله. هتعملي طبعا الكميه بتاعتك بالطريقه دي. طبعا هنا المقص بيسهل عليكي التقطيع كده. تمام، طبعا جهزت معانا خلاص كده. قطعت الكميه كلها، شايفين بالطريقه دي حلوه جدا. التقطيع تبقى سليمه معاكي. وبعد كده هنسخن هنا حله على النار، هنكون حاطين فيها ميه تكون بتغلي معانا. تمام كده. وبعد كده هنحط مصفى وهنحط السبانخ بتاعتنا وهنسويها على البخار. طبعا الطريقه دي حلوه جدا. بيفضل معاكي برضو في الفريزر، بتبقى لونها بتاعها ما بيغيرش، بتبقى خضرة وحلوه جدا. وهتسيبيها لحد ما تستوي كده على البخار، مش هتاخد وقت معاكي، هي 10 دقايق كده. وهتقلبيها وهتلاقيها طريت معاكي والحجم بتاعها قل. هتدي لها كده بس تقليبه، تقلبيها بين كل فتره وفتره. شايفين طبعا الكميه بتقل معايا كده. طبعا خلاص هي كده استوت على البخار بجد. يعني الطريقه دي حلوه جدا يا جماعه. بعد كده خلاص هنطلعها من المصفى. هتحطيها طبعا في طبق تبرد معاكي كده كويس. وهنعمل كمان كمية تانية على طول. هتحطي شوية شوية بس ما تكتريش قوي. هتقلبيها بالمعلقة طبعا بين كل فترة وفترة عشان تاخد سوا واحد كده. تمام، هنطلع كمان الكمية التانية. شايفين بعد كده طبعا هتخلصي الكمية بتاعتك كلها بنفس الطريقة دي. وهتسيبيها تبرد. اهم حاجة قبل ما تشيليها في الفريزر ما تشيليهاش تكون سخنة معاكي كده. تمام، خلاص بردت معانا. هنجيب هنا الاكياس التلاجة. بجد اكياس التلاجة طبعا يا جماعة حلوة جدا، ما بتاخدش مساحة جدا في الفريزر. وبعد كده هنحط السبانخ بتاعتنا. طبعا زي ما انت حابة تكتري تقللي على حسب استخدامك للسبانخ. اهم حاجة كده تسويها كده كويس وتضغطي عليها وتطلعي منها الهواء. هتفرغيها كده كويس وتبططي كده عليها تتسوى معاكي وتبقى رقيقة، هتبقى حلوة جدا ومتاخدش مساحة في الفريزر. شايفين بالشكل ده؟ طلعي منها الهواء كده. تمام، وبعد كده تطبقيها من الجنب ده كده تبقى جاهزة معانا. شايفين شكلها؟ واللون بتاعها كمان محافظة على اللون بتاعها اخضر وحلوة قوي. طبعا هتعملي الكمية كلها بتاعتك بنفس الطريقة دي لحد ما تخلص معاكي. والكمية زي ما انت حابة تكتري كمية السبانخ براحتك كده. تمام، تطلعي منها الهواء اهم حاجة قبل ما تشيلها في الفريزر كده. خلاص جهزت معانا. شايفين بجد طريقة سهلة وحلوة جدا ومبتاخدش مساحة معاكي في الفريزر. هتعملي طبعا الكمية كلها بتاعتك لحد ما تخلص وهتشيليها على طول في الفريزر. اتمنى يا رب الفيديو يكون استفدتم وما عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الاشتراك، وكمان تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك باسم اسماء ابو الخير. يلا باي.